بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بكم أعزائنا متابعين قناة بحرين ميكس. اليوم شرحنا راح يكون عن حل مشكلة البم اللي هو الموتور أو المضخة، احنا نسميه بم. شلون إذا كان ما يفصل على طول يشتغل؟ في 5 أسباب. أبعطيكم الأسباب بالترتيب من 1 لل5. إذا شفت الموتور ما يفصل تبدل اللي هو الهاي بريشر. هاي القطعة هي المسؤولة اللي تعطي إشارة لما ينشحن الخزان أو ينشحن الكولر اللي يعطي من التحلية رايح إلى التحلية عندكم هناك إلى البم. إذا ما يفصل هذه، شوف هاي القطعة تعطي إشارة إلى البم إنه خلاص انشحن الخزان ويفصل. إذا بدلت هذه القطعة ولا زال الخلل ما استوى تبدل قطعة اللو بريشر اللي هي الثانية، هني تصير وراك ها، اللي هو يطلع من هني. هذا الهوز البيب يطلع من هني ويركب فيها، شوفوها مثل ما تلاحظونها ورا هني قطعة بعد كهربائية فيها وايرين صغيرة هكي مثل ما تشوفون. هاي تبدل هذه. إذا نفس الشيء ما استوى تبدل الرباعي هذا اللي فيه، لأن هذا في داخل قطعة اللي هو ربل، بعض الأحيان تخترب وما تسبب ضغط فالماء يظل شغال. انزين بدلت هالثلاث قطع ولا زال شغال ما يفصل، تبدل الميموري اللي داخل. هاي الميموري بعض الأحيان بعد تخترب وتسبب هاي المشكلة. إلين بدلت كل هالقطع وما اشتغل وبعده ظل يفصل ما يفصل شغال على طول، فيبقى المشكلة من البم يضعف. يعني ده هو قديم بعد يضعف البرشر ماله وظلك يشتغل على طول حتى لو عطته هذه القطعة الإشارة. هو لأنه ضعيف، الدفع ماله ضعيف، فمن كذي يظلك شغال على طول ويهد ماي في المجاري. أكرمكم الله. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس. أي شخص يحل هذه المشكلة عن طريق سبب من هذه الأسباب يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد، وينشروا الفيديو لأي شخص عنده نفس هذه المشكلة عساس الكل يستفيد منها. شكرا لمتابعتكم، مع ألف سلامة.